السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زياد طه من قناة زيزوم، والنهاردة هنعمل زوم على حاجة جديدة. الشيء الوحيد الثابت في حياتنا هو التغيير المستمر. المقولة دي تنطبق على نجم المهرجانات المصري حسن شاكوش، اللي من صغره كان بيحلم انه يكون لعيب كورة كبير والناس تحبه، واتغيرت احلامه بعد فترة وقرر انه يحترف الغناء الشعبي وبرضه الناس تحبه. حسن منصور الشهير بحسن شاكوش، مواليد 12 اغسطس سنة 87 بمحافظة الجيزة. شاكوش من صغره كان بيموت في حاجة اسمها كورة، وده اللي خلاه ينضم لشوية أندية مصرية زي المصرية للاتصالات والترسانة، وبعد كده الاسماعيلي اللي قعد فيه حوالي 4 سنين. ولما رفضت إدارة الاسماعيلي انها تحط اسمه في القائمة الأساسية للفريق، قرر شاكوش انه يمشي ويسيبها لهم خالص، فانتقل لنادي سمنود بمحافظة الغربية، وما قدرش يكمل فيه بسبب المبلغ الضعيف اللي كان بياخده من النادي. في الوقت ده قرر انه يسيب مجال الكورة خالص بعد ما وصل سن ال 21، وقرر انه يشتغل في ورشة أحذية لمواجهة ظروف الحياة الصعبة. المهم ان شاكوش كان كل ما يغني لاصحابه وقرايبه كانوا بيعجبوا بصوته جدا وينصحوه ان هو يكمل في مجال الغنى، لان عنده خامة صوت جديدة وفريدة من نوعها. بالفعل استجاب ليهم وعمل اول اغنية ليه اشكرك، اللي كانت ضمن احداث مسلسل الكبير قوي. والاغنيه في الوقت ده حققت نجاح كبير جدا شجعت شاكوش على الاستمرار. وبعد كده رشحوا النجم محمد رمضان في فيلم واحد سعيد، ومن هنا كانت بدايه وصول حسن شاكوش للعالميه. وفي الايام الاخيره حققت اغنيه بنت الجيران نجاح ضخم جدا، اللي تعاون فيها شاكوش مع عمر كمال، ونزلت في شهر ديسمبر الماضي. وجات الاغنيه في المرتبه الثانيه عالميا على الساوند كلاود، واللي تخطت حاجز 45 مليون استماع. اما في اليوتيوب فتخطت حاجز ال 70 مليون مشاهده. وتوالت نجاحات شاكوش بعد ما قدم له اليوتيوب الدرع الذهبي، وده بسبب تخطي قناته المليون مشترك. شاكوش في لقاء ليه مع عمرو الليثي قال ان كان في ايام بتيجي عليه ما كانش في جيبه غير مفاتيح البيت بس. شوف ربنا دلوقتي كرمه ووصله فين. يا جماعه عوض ربنا حلو جدا. في لحظات هتيجي عليك هتحس انك خسرت حاجات كتيره قوي، هتزعل وتتضايق وتوصل لمرحله صعبه جدا. مفيش حد هيحس بيك في المرحله دي بالذات. هتحس انك تايه والدنيا وقفت والسكك كلها اتقفلت في وشك، وانت ما تعرفش ان ربنا بيقفل السكك دي عشان يفتح لك سكك تانية احسن بكتير. فخليك مؤمن ان ربنا هيعوض عليك في يوم من الايام مهما اتاخر اليوم ده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.